كلنا عارفين قصر السكاكيني، وهو ساعات بيطلع عليه اساطير اللي هو فيه حاجات ما وراء الطبيعة وعفاريت والكلام ده. بس انا ما بقتنعش، يعني انا مش مؤيد للنظرية دي نهائي يعني. بس انا هتكلم عن فكرة القصر نفسه. صاحب القصر هو كان سوري، جه مصر هنا عشان يشتغل في قناة السويس في بورسعيد. كان في أزمة في الوقت دوت ساعة الحفر، كان في فران كتير. فهو اقترح اقتراح شافه في سوريا أو شافه في الشام. قال لك أنا هلم القطط اللي في مصر كلها واستورد قطط واجيبها على قناة السويس تخلص على الفئران، وابدأ من كده نبدأ ننهي مشكلة الفئران الموجودة. الموضوع ده سمع جدا. الخديوي اسماعيل عجبته الدماغ، جابه وقال له طب انا عايزك تشرف لي على بناء الاوبرا. فما جه عمل بقى بناء الاوبرا، قال لك طب انا ليه الناس بتشتغل شيفت واحد؟ احنا كده مش هنلحق حفلة الافتتاح. شغل الناس 3 شيفتات. ابتدى ينظم الأعمال، قدر يسلم الأعمال في الميعاد المحدد. من هنا بقى يعني حبيب السكاكيني اسمه ابتدى بقى ياخد منحنى تاني، ان هو انسان مجتهد وشاطر. وانتوا عارفين الشوام اساسا يعني بتوع شغل يعني. ابتدى يحقق نجاحات كبيرة جدا في المقاولات، خد البكوية، خد لقب تاني الكومنت تقريبا او كنت معلش خده من، لان يعني كان اللقب ده مش موجود. لأن اللقب ده اتلغى ما تم إنهاء الدولة، ما تم إنهاء العاصمة القسطنطينية. بس يمتلكه كان السلطان عبد الحميد، بما إنه هو القائم بأعمال السلطة، سلطة القسطنطينية، اللي هي السلطة القديمة يعني. موضوع معقد شوية معلش. فهو اداهوله برضه مع لقب البكوية. فراح بقى بنى ايه القصر، قصر السكاكيني. والقصر هو بناه، هو شافه في ايطاليا وبناه وعمل فيه 300 تمثال وعامل فيه 400 أوضة. وهو القصر تحس إن هو من العصور الوسطى يعني. عشان كده بتطلع عليه الأساطير إن هو يقولك فيها حاجات مش عارف إيه. بس انتوا عارفين الناس إيه بتاكل عيش من العفاريت دي والكلام ده. بس هو الحقيقة القصر تحفة معمارية. وهو واحد من أولاده أو واحد من أحفاد سكاكيني باشا اتبرع بالقصر لوزارة الصحة، وعملت فترة فيه متحف لوزارة الصحة. وبعد كده وزارة الصحة تم إخلاؤه ونقل المتحف لإمبابة، وتحويل القصر لوزارة الثقافة تقريبا، وزارة الآثار. ويعتبر النهاردة معلم أثري بيدل على الثقافة والحضارة اللي كانت موجودة في الوقت دوت.